فيلم كاندهار لجيرارد باتلر سنة 2023. كاندهار طبعا هو الاسم أو النطق الإنجليزي تلك المنطقة الموجودة في أفغانستان. بس أنا هكمل بقية الفيديو وأنا أقول كاندهار النطق العربي اللي إحنا متعرفين عليه عشان يعني الدنيا تبقى أسهل شوية. الفيلم ده أنا شفته في السينمات من أول ما نزل، واستغربت بصراحة من نفسي إن أنا ما عملتش فيديو أتكلم فيه عنه، رغم إن أنا كنت طالع من السينما وأنا يعني مبسوط من اللي أنا شفته. انا بالظبط كنت داخل السينما متوقع حاجه معينه، بس وانا طالع من السينما لقيت حاجه مختلفه تماما، والحاجه دي عكس كل المعطيات اللي كان المفروض انها جايه لي، سواء من طاقم التمثيل او من المخرج او حتى من المفروض قصه الفيلم المتعارف عليها او اللي انت شفتها حتى في الاعلان. فكل الكلام ده، كل التلميحات دي، التفاصيل دي كلها هي موضوع فيديو النهارده من فخ فيلم. ازيكم وعاملين ايه؟ ورب دايما تكونوا بخير. السلام عليكم، فيديو جديد من فخ فيلم، يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة. وفيديو النهارده هو عن فيلم كاندهار، الفيلم اللي بيتكلم عن المغامرة لأحد عملاء الاستخبارات، وهو عميل استخبارات بريطاني سابق اللي بيقوم ببطولته جيرارد باتلر تحت اسم توم هاريس، واللي بيعمل دلوقتي تقدر تقول زي فريلانسر، او بمعنى اصح بتعاقد على مهام معينة مع وكالة المخابرات الأمريكية CIA. في بداية الفيلم بيتم زرعه داخل إيران من أجل أداء مهمة معينة، وهي تفجير المفاعل النووي الموجود هناك عن طريق خلية كانت مكونة منه ومن عنصرين آخرين. وبعد نجاحه في هذا التفجير الكبير اللي اثار ضجه على مستوى العالم واثار هزه داخل ايران نفسها، نجح ان هو يخرج من البلد. ولكن بعد فتره بيكتشف ان العنصرين الاخرين الموجودين في الخليه بيتم القبض عليهم والقضاء عليهم تحديدا. وهنا بيتم استدعائه لاداء مهمه جديده على الحدود الايرانيه الافغانيه من خلال عنصر CIA اللي بيتواصل معه في دبي. هو بيذهب هناك ويلتقي مع المترجم الخاص بيه، ولكن بينكشف الغطاء بتاعه نتيجه وقوع صحفيه امريكيه في اسر قوات الامن الايرانيه، اللي اثناء التحقيق معها بيوصلوا لبعض المعلومات ومن خلالها بيتعرفوا على وجوده. وهنا بتبتدي رحله مطارده شرسه وعنيفه وفي غايه القسوه هنا نتيجه للظروف الطبيعيه، لان اثناء انكشاف الغطاء بتاعه بيتم ابلاغه ان هو لابد ان يهرب الى داخل افغانستان نفسها، لان في نقطه التقاء من مطار عسكري سابق مهجور هتحط فيه طائره بريطانيه تستطيع التقاطه لو هو عايز يهرب. وده بصحبه المترجم الافغاني الاصلي اللي كان ليه غرض ان هو يرجع لافغانستان عشان يبحث عن اخت مراته المفقوده منذ زمن في مهمه مجنونه برضه. وبنشاهد رحله الهروب القاسيه جدا نتيجه الظروف الطبيعيه شديده القسوه تحت مطارده من عده اجهزه مخابرات. فنكتشف ان في تدخل طبعا لاجهزه الامن الايرانيه او المخابرات الايرانيه تحديدا، وطبيعي متابعه من المخابرات الامريكيه اللي الى حد ما عايزين ينفوا علاقتهم بالحكايه، لان هم ده يعتبر عنصر غير محسوب عليهم بيتم التعاقد معاه لاداء مهام محدده، لكن ما هوش عنصر في CIA نفسها. والمخابرات الباكستانيه اللي ليها علاقات قويه جدا في المنطقه دي كان عندها رغبه في القبض على هذا العنصر للاستفاده به. دي باختصار احداث الفيلم اللي بتدور مدته خلال ساعتين، بتتتبع من خلالها رحله الهروب، وهل هينجح في البقاء على قيد الحياه، هل هينجح في الهرب، هل هينجح المترجم الافغاني اللي بيشكل عنصر قوي من عناصر الدراما اللي موجوده في القصه في العثور على مبتغاه اثناء دخوله دوله افغانستان، وايه كم العلاقات اللي موجوده والمطاردات اللي بتحصل واللي بتتورط فيها عناصر شديده الخطوره وشديده التسليح داخل المنطقه الملتهبه دي من العالم. وانا بتفرج على اعلان الفيلم كان عباره عن فيلم اكشن عادي جدا، وده الطعم اللي هو بيرميه ليك فعلا وانت داخل تتفرج، لان انا حسيت ان انا هتفرج على فيلم يعني تقليدي ما فيش فيه حاجه جديده. فيلم بيتكلم عن البطل الامريكي المغوار اللي بينجح في القضاء على العناصر الموجوده هناك، وطبعا هينجح على البقاء على قيد الحياه. قصه ستيريوتايب احنا متعودين ان احنا بنشوفها، خصوصا بقى ان انا بعد كده لما شفت المخرج بتاع الفيلم لقيت ان هو ريك رومان. وريك رومان تحديدا ليه تجربتين مع جيرارد باتلر، هما انجل هاز فولن وجرينلاند، والاثنين بصراحه لم يلفتوا انتباهي، او بمعنى اصح يعني ما اثروش اعجابي خالص، خصوصا انجل هاز فولن ده. لكن نقطة الانطلاق اللي أنا شفتها في عملية إنها بتحول من فيلم يكاد يكون المفروض إن هو فيلم أكشن عادي، اللي أنا شايف إنه فيلم يحمل قيمة أقوى شوية سواء على عنصر الدراما أو على عنصر الرسائل الموجودة في الفيلم. ده كان أعتقد البطل الأساسي فيه هو الكتابة أو السيناريو اللي موجود. الفيلم فيه عناصر جيدة جدا في الفكرة دي كلها، الفيلم فيه تلميحات قوية جدا، وهي دي الحاجات اللي علت الفيلم عندي، واللي أنا شايف إن الفيلم بيحتل مكانة أعلى وهيحظى باهتمامك أنت فعلا لو أنت بتتفرج، لأنه بيكشف عن علاقات موجودة سواء على الارض في المناطق دي، سواء علاقات القبائل اللي موجوده مع المخابرات الايرانيه، او بتكتشف العلاقات اللي موجوده ما بين المخابرات الباكستانيه اللي كان العنصر بتاعها اللي موجود في الفيلم مهم جدا ومؤثر جدا في الاحداث. بيوريك قد ايه تغول وتوغل النفوذ الباكستاني في المنطقه دي تحديدا، رغم ان احنا ما نعرفش عنه حاجات كتيره، لكن بنكتشف بعد كده ان ليه علاقات قويه جدا بتنظيم طالبان المسيطر حاليا على دوله افغانستان. كذلك بنشوف لمحه على امراء الحرب اللي موجودين هناك اللي استفادوا من حاله الفوضى وعدم الاستقرار اللي
كانت سايده هناك في الدوله، وازاي ان هم مسيطرين سواء بقوات محدوده وبتسليح عالي، وتسليح غالبا جاي من دول غربيه. والفيلم هنا بيشير بصراحه للموضوع ده. بل ان الفيلم اضاف اضافه يعني مهمه جدا، وربما انا ما شفتهاش في افلام كتيره، يعني ان هو اكد ان في علاقه قويه جدا ما بين المخابرات الامريكيه وتنظيم داعش بالاسم كده تحديدا. كذلك احد الحاجات اللي هتلفت انتباهك جدا وانت بتتفرج، فكره برضو ان ازاي الاداره الامريكيه في ثانيه بتخلع من اي حاله فشل مخابراتي، ورغم ان هم كانوا في قمه الفرحه لانهيار المشروع الايراني النووي، زي ما هم كانوا بيخططوا لتفجير المفاعل والحصول على نصر كبير وتعطيل ايران، لكن في لحظه ان هيحصل اي خطر بيهدد العناصر المتورطه في الموضوع ده، هم بينفوا صلاتهم باي حاجه، ولغايه اللحظه الاخيره تقريبا بيكادوا يخلعوا من الموضوع كله ويخلعوا من انقاذ العنصر المهم جدا. دي من اهم نقاط الجوده اللي موجوده في الفيلم، واعتقد ان دي النقطه اللي اثارت اعجابي جدا وانا خارج من الفيلم، لان انا شفت ان القصه دسمه، القصه فيها عناصر جيده جدا. عناصر التمثيل اللي موجوده كان معظمها فعلا جيد. جيرارد باتلر كان جيد قوي في الدور اللي هو عامله ده، خصوصا عمليه الرغبه المستميته في البقاء على قيد الحياه عشان يرجع يتواصل مع عائلته. الدور المؤثر جدا كان دور المترجم الايراني اللي بيقوم بيه نافيد نيجابان، وده كان احسن او من احسن الادوار التمثيليه اللي موجوده في الفيلم. الاداء التمثيلي بتاعه كان متميز جدا. كم الخلطه اللي معموله من فكره عدم الثقه اللي بتحصل ما بين شخص محلي وما بين شخص المفروض ان هو اجنبي، خصوصا ان هو عنصر امني عارف ان هو ليه مصالح ممكن تتسبب في اذيته. فكره ان هو مطرود نفسه من افغانستان وهارب منها، ولكنه مضطر ان هو يرجع ليها لمهمة لإعادة شمل الأسرة بتاعته. في مشهد قوي جدا في مواجهة ما بينهم أحد أمراء الحرب اللي هو كان شايفه مسؤول عن قتل فرد من أفراد عائلته. المشهد ده من المشاهد الرائعة. كذلك برضو شخصية ترافيس فيمل الممثل المعروف من مسلسل فايكنج كانت مهمة قوي، لأن هي كانت المفروض عنصر الربط اللي موجود للسي اي اي في دبي، واللي بيقوم بعملية التواصل وعملية إعطاء المعلومات، وبالتالي بعد كده ليه دور مهم جدا. فيلم كاندهار من الأفلام اللي أنا بعتبرها مش مجرد فيلم أكشن عادي، لأن أنت لو اتفرجت عليه كده تبقى بتظلمه، ورغم ان هو بيقدم نفسه على انه فيلم اكشن عادي، ولكنه اعتقد ان هو بيحمل قيمه اعلى شويه نظرا لبعض التفاصيل السياسيه اللي موجوده في الفيلم، وبعض الاشارات للمواضيع اللي انت لو حاولت انك تتعمق في القرايه ليها تتغير رؤيتك تماما لفكره الصراع اللي موجود في منطقه وسط اسيا. الفيلم اعتقد ان هو متاح للمشاهده دلوقتي تقريبا على منصه شاهد، وهو فيلم انصح بالمشاهده فعلا لو انت عايز تستمتع في فيلم يحمل قيمه سياسيه وقيمه دراميه، وفي نفس الوقت مشاهد اكشن جيده الى حد كبير. تحياتي.